تعالوا نعمل اقوى وصفة شاور جيل تقدري تنفذيها بكل سهولة، وبمكونين اتنين بس حرفيا، وبدون اي مواد تجارية. مش هتتعبي فيها لانها اسهل مما تتخيلي. حالا هتقومي تنفذيها لان انا متأكدة ان المكونين دول موجودين في كل بيت، فسهلة جدا. وخشي على الفيديو. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا عزة بسيوني، خشي حالا اشتركي في القناة ودعمينا باللايك وشير للوصفة عشان توصل لأكبر عدد من الناس. وما تنسيش انزلي حالا في التعليقات وصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بص رغوته وروعة. كل اللي عليكي عندك بواقي صابون زي دي، حتى لو حتت صغيرة، حطي علبة كده وجمعيها. طبعا انا عارفة ان كل الستات ما بترميش الحاجات دي، انا حطيتهم على الميزان عشان اوريكي الكمية اللي انا استخدمتها، طلعت 120. ونقيس بردك صابونة لو انت ما عندكيش البواقي دي وتقدري تنفذيها بصابونة اني اي نوعية انت بتحبيها. تجيبي لي لتر كامل من المية مغلية، مغلية كده، وتنزلي لي عليها بالصابون المبشور. بشرتيه على اي اتجاه، بصراحه فيهم حتت صغننه جدا معرفش ابشرها، سبتها زي ما هي، بس خدت وقت شويه عقبال ما دابت. فكل ما كانت مبشوره انعم كل ما هتدوب معاكي بسهوله. ونزلنا بمعلقتين من السكر ودوبناهم كده وتاكدنا ان هم دابوا. ونزلنا بعد كده بنص معلقه من الملح. انا نزلت بمعلقه كامله، نص في نص، تمام؟ يعني مجمولهم معلقه شاي من الملح، وما تكتريش اكتر من كده. ونزلت فيها في الوقت ده علشان خاطر يديني كده قوام كريمي شويه، انا عايزاه شبه الكريم. تمام. بصي لي بقى كده، هتبتدي بعد ما ضفنا المعلقه كامله من الملح، معلقه شاي مش معلقه طعام، هتحسي ان الكريم يعني بقى شبه الكريم. تيجي تحركي بالمضرب كده تحسي ان الموضوع بقى صعب معاكي. تكوني محضره لي تاني مكون، وهو كيلو من شاور جل جاهز. يعني من اي صبانه كده تجيبي لي كيلو. سعره كام على حسب كل مكان. هنا ده عامل 15 جنيه. نزلتي لي بيه واي لون بتفضليه، واللون اللي انت بتحبيه هو اللي هيديهولك. طبعا القوام كان هايش كده شبه الكريم، بس من كتر التقليب فيه فكان عامل عالي ومالي البولة كده زي ما انتوا شايفين. ده شكله كان تاني يوم، وحبيت اركنه لتاني يوم عشان اشوف قوامه هيبقى عامل معايا ازاي. دول معايا كده 2 لتر مية مغلية ضفتها، ولتر شاور جل بقى معايا اتنين. والاضافات التانية البسيطة دي اللي هي شوية الصابون 120 جرام، يعني 2 لتر 120 جرام. تمام. بس قوته ورغوته روعة جدا، وقوامه تقيل شبه الجل. وما حبكيش تزودي اكتر من كده. انا مش بفضل الوصفات اللي هي البيتي بتاعه الشاور جيل اللي بنعملها من الصابون بواقي الصابون او الصابون الكامل اللي بتبشريه تكتري في الكمية. انت اعملي شوية بشوية، يخلصوا اعملي شوية تانيين. ومفيش احلى من القوام ده، شبه الكريم، بينزل بصعوبة زي ما انتوا شايفين كده. بص الجمال، روعة. مفيش احلى من كده. ريحته بقى، الريحة اللي هتحطيها في بتاعة الشاور جيل الجاهز هي اللي هتديها لك، بالاضافة طبعا لنوعية الصابون اللي انت بتستخدميها، اللي انت بشرتيها. طبعا لو ريحتها حلوة هتعلي من جودة المنتج في الريحة. انما الرغوة متوقفة على نوعية الشاور اللي انت هتضيفيه. فضيفي نوع يكون كويس جدا، يعني ما تضيفليش اي حاجة شعبية، ضيفي نوع كويس. حتى لو اغلى شوية حاجة بسيطة بس هيفرق معاكي في المنتج. وادي القوام تقيل جدا، روعة. يعني عايزة اقولك ان الكمية دي تقضيك الشهر كامل. اي ازازة شامبو بقى قديمة عندك حاولي تمليها. على فكرة أنا عملت الوصفة دي قبل كده وضفت تيك صابون، بس ناس كتير جدا قالت مش بتعرف توفر المواد التجارية للستات بيوت اللي زي حالاتي كده، فصعب بالنسبة لها توفر المواد التجارية. فدي أسهل مما تتخيلي، طريقة بسيطة سهلة، ما اعتمدناش على أي حاجة غريبة، كلها حاجات موجودة في كل بيت. اي نوعية شاور جل بتفضليها استخدميها. عبيت الازازتين وتفضل معايا كمية محترمة زي ما انت شايفة كده. بصي بقى قوامه ما بيتغيرش زي ما انت شايفة كده. خلاص مادام بات عليه يوم وهدي خلاص، يبقى انت كده متأكدة ان القوام بتاعه يفضل زي ما هو. تعالي بقى اوريكي رغوته عاملة ازاي. كريم، بصي انا بحطه في ايدي شبه الكريم، حاجة كده منعمة حلوة جدا، طرية على البشرة، روعة بصراحة. تستخدمي زي ما انت عايزة. بصي رغوته عاملة ازاي، رغوته حلوة جدا. تحسي ان انت استخدمتي كريم كده على بشرتك من كتر ما هو ريحته حلوة وطرية كمان على البشرة.
وخلصت وصفتنا النهاردة، واتمنى لو انتي لسه معايا لغاية دلوقتي ما تنسيش انزلي حالا وحطي اللايك لو انتي لسه ما حطيتهوش. بالله عليكي اوعي تضيعي تعبي في الفيديوهات باللايك اللي بتحطيه، هو مش هيخسرك بس هو هيفيدني انا. تمام كده. وخلصت وصفتنا النهاردة، واتمنى اكون كنت افادة ليكي النهاردة ولو بمعلومة صغيرة. ونتقابل في فيديوهات جديدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله.